درسنا كتير قوي مع بعض عن الثالوث، عرفنا عن الوحدانيه، بس في ناس ما زالت بتقول ايه؟ انا حاسس ان انتوا معقدين الموضوع. ليه كل التعقيد ده؟ ليه ربنا يصعبها كده؟ الموضوع المفروض يبقى سهل. تعال نفكر مع بعض، هل فعلا الدنيا معقده بالشكل ده ولا لا؟ الله كائن عميق مش معقد. أنا مش بقول أبداً إن الله معقد، ده مش موجود في كلمة الله نهائي. واللي قريناه مرة قبل كده سفر أيوب بيقول لنا كده: الله عميق، أطول من الأرض، أعمق من البحر. عايزك تفكر معايا في شوية أسئلة كده. السؤال الأول يخص الإنسان اللي أنت شايفه قدامك ده، أنت نفسك مليان بالكثير من الأعماق. يعني إيه؟ لو دخلت جوه أجهزة الإنسان اللي ربنا خلقها ومصممها هتوه. هتلاقي في كل فرع من فروع الطب مقسمين الأجهزة دي، وجوه الفرع الواحد حاطين فروعات تانية وتصنيفات تانية عشان يحاولوا يحلوا اللغز بتاع أجهزة الإنسان. ده بالنسبة للأجهزة. طب بالنسبة لنفس الإنسان، فكر الإنسان، مشاعر الإنسان، إرادته، كل ده معقد. فالإنسان معقد، أو التعبير الأحلى عميق جدا جدا جدا. طب حاجة تانية، الكون العظيم اللي عايشين فيه كلنا بمجراته، مش تحس إنه معقد قوي قوي عن إحنا نعرفه؟ السؤال المهم، هل إحنا فهمنا كل الكون؟ الإجابة لأ، ولا عمرنا هنفهم. هنحاول نفهم شوية، لكن فهمنا كل حاجة؟ لأ. فكر في السؤال الثالث، الذرة، النيترون، البروتون، هل فاهمين كل حاجة عنها؟ عن حركتها، عن سرعتها، عن ازاي نتحكم فيها؟ الإجابة لأ. فهمنا حاجات بس مش قادرين نفهم كل حاجة. هقول لك حاجة بقى بسيطة قوي كلنا بنقابلها لو انت معاك عربية وبتسوق عربية. لما تفتح كده الغطا بتاع العربية وتشوف الموتور وكل الحاجات اللي حواليه، لو انت مش متخصص هل بتفهم حاجة؟ بتحس ايه ده؟ ايه الخراطيم وايه التروس وايه المكن ده كله؟ ليه؟ لانه عربية واحدة بس جواها تفاصيل كتيرة قوي 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 قوي. مش ربنا اعمق من كل ده؟ اكبر من كل ده؟ مش ربنا ممكن يبقى فيه اعماق احنا ما نعرفهاش خالص؟ الإجابة أيوة. عارف المشكلة فين؟ المشكلة فينا إننا مش بنصدق الحاجات العميقة، بنستسهل إننا نصدق اللي نعرفه. حتى المثل الدارج بتاعنا بنقول إيه؟ يا عم اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. لكن الموضوع مع ربنا مختلف. تعال أقول لك على حاجة. لما درسنا في العلوم الأرض مش مسطحة لكنها كروية، هل صدقناها بسهولة؟ لا. هل قبلناها كده؟ لا. عارف ليه؟ لأننا مش بنميل لكده. ما صدقناش غير لما الناس طلعوا بره الكرة الأرضية وابتدوا يصوروها لنا وابتدينا نشوف صور ليها، ابتدينا شوية نقتنع. احنا بنستسهل إننا نقبل اللي احنا عايزين نقبله بس، أو المتعودين عليه. لكن خد بالك، احنا بنتكلم على ربنا اللي هو أعمق من أي حد، أكبر من أي حد. فعشان كده ربنا مش معقد، أو ربنا مش أكثر تعقيدا، لكن ربنا أكثر عمقا. فكر في كل حاجة حواليك. فكر في الشمس. انت هتعرف كل حاجة عن الشمس؟ تعرف كل حاجة؟ تعرف ان الأرض بتلف حوالين الشمس؟ طبعا انت بتهيأ لك انه الشمس هي اللي بتيجي وبتروح، بتقول الشمس راحت والشمس غابت والشمس جت، لكن الحقيقة ان الأرض هي اللي بتلف حوالين الشمس. لكن انت مش قابل ده بسهولة غير لما اتأكدت وشفت صور لكده. عشان كده ربنا مش معقد، ربنا عميق، ولازم يكون عميق، لازم يكون أعظم وأعمق من مخلوقاته، لأن هو الله اللي ملوش حجم ولا طول ولا عرض ولا ارتفاع أعمق من كل ده. أشوفكم في الحلقة الجاية من كورس الثالوث.